ايه رأيك بقى في الطاجن الجميل ده؟ لو عايزة تاكلي احلى طاجن لحمة بمكرونة باللحمة زي بتاع المحلات، سهل وسريع ولذيذ جدا جدا جدا، وينفع لجوع اخر الليل. مش هيكلفك ولا وقت ولا مجهود، ويعتبر مكوناته سهلة وسريعة. تابعي معايا الفيديو وشوفي الطريقة بتاعته، سهلة وسريعة جدا وهتعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سهل وبسيط. هنعمل مع بعض طواجن المكرونة اللي بتتباع في محلات الكشري بأسعار عالية وبتعجبنا جدا جدا، وبيبقى طعمها لذيذ قوي. هعملها النهاردة معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد مننا اي وقت ولا مجهود. طب دلوقتي نخش على المقادير على طول. هنحتاج معانا مكرونة اقلام، تمام، او البنة اللي هي بالشكل ده، تمام. الكمية اللي انت عايزاها ده نص كيلو، ومعانا كمان عصير طماطم، يعني اللي هي الطماطم عصرتها، دول حوالي 5 طماطميات حجمهم متوسط. طب انا هعمل ايه عشان اوضح لكم؟ اول حاجه المكرونه دي هنعمل بيها ايه؟ هنسلقها، تمام. الطماطم دي هنسبكها، وكمان هنعصج لحمه. معانا البصل والفلفل، ومعانا اللحمه المفرومه بالشكل ده. طيب هنعمل ايه؟ واحده واحده وخطوه خطوه، وركزوا معايا. اول حاجه هنسلق المكرونه دي. يلا نروح نسلق المكرونه ونبتدي في الخطوات. بصوا يا حبايبي، دلوقتي معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، تمام. هضيف لها شويه زيت، قيمه معلقه كده، وهضيف لها برده، طبعا كلكم عارفين سليق المكرونه، ولكن انا وريتكم الخطوه دي عشان اعرفكم المكرونه انا مش عايزاها تتسلق سلقه كامله، لان هي هتخش معايا الفرن. فانا هسلقها يعني حوالي نص سلقه، 3/4 سلقه، عشان هتكمل معايا في الفرن. دلوقتي معايا كميه المكرونه، طبعا الميه لازم تكون بتغلي، وهنسمي الله وهندلق كميه المكرونه كلها اللي معايا. وبعد كده هندي المكرونه تقليبه، واول ما توصل للمرحله اللي انا محتاجاها، يعني السمك اللي انا عايزاه، السوى اللي انا عايزاه، هبتدي اوريكم. طبعا هي ما فيهاش اي حاجه، سليق المكرونه كلنا عارفين. دلوقتي تاني خطوه في مرحله الطاجن. دلوقتي هنعصج اللحمه، تمام. معايا طاسه هحط فيها شويه زيت، وبعد كده دلوقتي يا جماعه الطاسه محطوط فيها حوالي 3-4 معالق زيت. بعد كده طبعا احنا في الخطوه دي بنعمل ايه؟ بنعصج اللحمه. هنحط البصل، معايا دي بصلايه كبيره متقطعه مربعات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ماشي. هنديها تشويحه على النار مع الزيت، تعصيج الطبيعي جدا اللي احنا كلنا عارفينه، تمام. بالمناسبه انت ممكن بدل ما تحطي بدل ما تعصجي لحمه وتعمليها باللحمه، ممكن تعمليها بالكبده برضو، تبقى حلوه جدا جدا جدا. نفس الطريقه والخطوات بالظبط اللي هتتبعيها معايا، ولكن بدل ما تحطي لحمه هتحطي كبده متشوحه برضو مع الزيت والبصل والفلفل، وهتبقى حلوه جدا جدا. الطريقه دي حلوه قوي، هتعجبكم وهتطلع زي بتاعت بره بالظبط، ولكن طبعا بتكلفه اقل وطعم احسن ونظافه وكده. دلوقتي ادي البصله هتتشوح كده حاجه بسيطه، وهنضيف عليها الفلفل. بصوا يا حبايبي، دلوقتي يعني البصل دلوقتي خد تشويحه بسيطه خالص مع الزيت، تمام. بعد كده هنروح ضايفين له قرن فلفل، اللي هو الفلفل الاخضر، سواء بقى عايزاه رومي، عايزاه حامي، عايزاه ملون، اللي انت عايزاه، تمام. هنوطي شويه بس عشان ايه الزيت، وهنقلب، هنديهم تشويحه كلهم مع بعض. بصوا يا حبايبي، دلوقتي المكرونه طبعا انا كنت بقلب فيها تقليب مستمر، ما خدتش حوالي، ما كملتش ال10 دقايق على النار، حوالي 7-8 دقايق. ونركز في الوقت عشان انا مش عايزاها تطول. بصوا المكرونه شايفينها يا دوبك فيها عض. طبعا المكرونه زي ما قلت لكم انا لسه طافيه عليها اهو، يا دوبك ما كملتش ال10 دقايق كلهم على بعض، تمام. المكرونه فيها عضه بسيطه، يعني هي ما ينفعش تتاكل بالمنظر ده، هي فيها نشفان، وده طبيعي جدا. انا قلت لكم انا عايزاها تبقى كده، ماشي. يعني هي طبعا سخنه، بس انت لو دوستي عليها مش هتلاقيها طريه قوي، لان هي هتكمل لسه سواها مع في الفرن ان شاء الله. دلوقتي هنصفيها وهنكمل بقيه الوصفه. بصوا يا حبايبي، دلوقتي خلاص يعتبر كده
البصل اتشوح مع الفلفل كويس قوي. هنحط بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده ماشي، وهنديهم تقليبه مع بعض. طبعا اللحمه كانت متجمده شويه، هنفكها ماشي في ثانيه، هتتفك مع البخار ومع النار وكده. وطبعا زي ما قلت لكم المكرونه انا صفيتها خلاص وركنتها. دلوقتي اخر خطوه هنعملها مع بعض، وبعد كده المفروض ان الاكل يبقى جاهز على الفرن. هنعمل مع بعض ده، نسيب ده مع بعض كده يفك كويس. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الصلصه اللي هنسوي فيها المكرونه. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الصلصه اللي هنحطها على المكرونه. معايا حله على النار تمام، مش محطوط فيها اي حاجه. هنبتدي نسمي الله ونحط شويه زيت تمام، زيت عادي خالص ماشي. اول ما الزيت يسخن، دلوقتي الزيت خلاص سخن معايا وبقى جاهز. هنحط فيه توم، حوالي قد ايه توم؟ حوالي معلقه شاي صغيره ماشي. طبعا انا من الناس اللي بتحب جدا ريحه التوم مع الزيت، بتبقى رائعه يا جماعه. هندي التوم تقليبه كده صغيره ماشي، يعني هنشوحه بمعنى اصح. دلوقتي يا حبايبي انا خلاص اهو التوم بيتشوح معايا. طبعا انا مش عايزاه يسود قوي زي بتاع الملوخيه كده، لا ده انا بس عايزاه حاجه بسيطه خالص، يعني يا دوبك بس اول ما يدي ريحته ويصفر كده حاجه بسيطه، هبتدي ان انا احط له الخل. دلوقتي خلاص اهو هي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. مركزين ان التوم ما يبقاش مسود ولا حاجه، انا عايزاه يصفر حاجه بسيطه. هنبتدي نحط له حوالي معلقتين 3 خل كبار تمام. هندي تقليبه، وبعد كده هننزل بعصير الطماطم على طول. انا عصره حوالي 5 طماطميات متوسطين الحجم في الخلاط، شايفين اهو تمام. نسمي الله وننزل بالطماطم، وحاولي في المرحله دي تبقي موطيه ايدك عشان البهدله وكده ماشي. طبعا عايزين نركز في الخطوه دي جدا، لان انا مش عايزه الطماطم تتسبك تسبيك كامل، بالعكس انا عايزاها تبقى خفيفه وبرده مش تقيله، يعني هنشوف مع بعض. دلوقتي انا خلاص اديتها تقليبه، هبتدي احط لها توابلها. التوابل معايا ايه بقى؟ معايا ملح ده اساسي طبعا ماشي، ومعايا معايا فلفل اسمر، معايا كمون، معايا كزبره، معايا بابريكا. اي توابل انت بتحطيها او بتحبيها بتستخدميها في الوقت ده حطيها. حطينا كمون، نحط فلفل تمام. انا ممكن ما احطش شطه عشان انا حاطه فلفل، ليه؟ عشان بس يعني لو في اطفال او كده، لكن غير كده طبعا انت هتبتدي ان انت تحطي توابلك اللي انت بتحبيها وبتفضليها، وهتغطي عليها تمام. وبعد كده هنتابعها اول ما توصل للمرحله اللي انا عايزاها هوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي اخر حاجه معايا، وبعد كده هبتدي اطبق الطواجن، هي اللحمه المفرومه تمام. توابل اللحمه حطينا ملح، بعد كده فلفل اسمر. شوفي بقى انت بتحبي تحطي ايه للحمه المفرومه في التوابل وحطيه. انا حطيت كده ملح وفلفل وكمون ماشي. ممكن احط شويه كزبره ويبقى كده خلاص. هديها اسيبها 5 دقايق كمان، وبعد كده هطفي عليها، ويبقى انا كده المكونات بتاعتي كلها جاهزه. استنوني بقى وانا بطبق الطاجن، ودي اهم خطوه، وبعد كده السوا. بصوا يا حبايبي دلوقتي احنا خلاص جهزنا كل حاجه. ادي المكرونه تمام مسلوقه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ماشي. ده الشكل اللي انا عايزاه، ما تكونش طبعا هي قعدت شويه فطريت اكتر. واللحمه ممكن قلنا ممكن نستبدلها بكبده تمام اتعصجت. الصلصه دي اهم حاجه بقى. بصوا الصلصه بتاعت المكرونه انا مش عايزاها تقيله ولا خفيفه، ده السمك اللي انا عايزاها فيه اهو تمام. ده السمك اللي انا عايزاها فيه. طب دلوقتي هنسمي الله بقى ونركز في الخطوات حاجه حاجه كده. اولا احنا هنسوي في ايه؟ اولا الفرن شغال عشان يبقى سخن. طب هنسوي في ايه؟ هنسوي في طواجن، سواء بقى فخار، بايركس، الومنيوم، اي نوع طواجن انت عندك او بتفضلي. انا عندي دلوقتي طواجن الفخار بالمناسبه بتبقى حلوه جدا في الاكل، وبتدي طعم حلو قوي لاي حاجه بتحطيها فيها. ادي شكل الطاجن معايا.
طبعا الطاجن ده لازم يبقى مدهون كويس جدا. ليه؟ لان انا هقلب الطاجن، فالطاجن لازم يبقى مدهون كويس جدا. ادهنه سمنه، ادهنيه زيت، ادهنيه زبده، ادهني المفضل عندك او اللي متاح. تمام؟ دهنته كده كويس جدا بالشكل ده. بصوا القعر، الجناب لازم تدهنيه كويس قوي 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 عشان انتي هتقلبيه. تمام؟ حطينا كده، ادي شكل الطواجن اهي كلها. هندهنها بقى كلها بالمنظر ده، وهنظبط الدهنه بتاعتها كده. عشان ليه الدهن بقى؟ عشان ما تلزقش. بالمناسبه الدهن ده يا جماعه عشان لما اجي اقلبه ما يلزقش. طيب دلوقتي يا حبايبي خلاص، احنا ركزوا في الخطوه دي جدا. خطوه الدهن دي انا ببقى حريصه عليها عشان لما نيجي نقلب الطاجن يتقلب معايا بكل سهوله ويبقى شكله حلو زي ما احنا بنشوفه. اول بعد ما دهنا هنبتدي ان احنا نحط اللحمه المفرومه في القاع بالمنظر ده. تمام؟ حطي الكميه بقى المناسبه وبططيها كده وافرديها كده بالشكل ده. ماشي يا حبايبي؟ دلوقتي زي ما قلت لكم، ودلوقتي احنا بعد ما دهنا الطاجن كويس قوي هنبتدي حطينا اللحمه المفرومه بالشكل ده، ماشي، في القاع كده وبططناها كده. بصوا مفروده كويس كده. بعد كده هنعمل الكميه كلها او الطواجن كلها عندي بالمنظر ده. طيب دلوقتي هنعمل ايه تاني؟ عندي الحله اللي انا عملت فيها المكرونه او الصلصه، مع عفوا، اللي عملت فيها الصلصه وبرده سبكتها فيها يعني، وسلقت فيها المكرونه. هحط فيها كميه المكرونه كلها اللي عندي. دلوقتي انا حطيت فيها كميه المكرونه كلها اللي عندي، وبعد كده هقلبها كويس. لو نلاحظ ان دي نفس طريقه البشاميل، لما بنيجي نعمل مكرونه بالبشاميل بنقلب المكرونه في قلب البشاميل. انا دلوقتي بقلب المكرونه في قلب الصلصه عشان المكرونه كلها تبقى متشربه من الصلصه. وبرده بالمناسبه انا هحط صلصه على الوش. تابعوا معايا الخطوات وهتفهموا قصدي وهتعرفوا انا عايزه اوصل لكم ايه بالظبط. هنقلب المكرونه كويس قوي قوي كده، وبعد كده هنبتدي نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي دلوقتي زي ما قلت لكم انا خلاص رصيت اللحمه كلها في الطاجن بالمنظر ده في القاع بتاع الطاجن، وضغطت كويس قوي عشان يبقى متساوي. تمام؟ بعد كده ادي المكرونه انا قلبتها كويس جدا في الصلصه بالشكل ده. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي احط المكرونه كده، واضح قدامكم اهو. بحط المكرونه في قلب الطاجن وهملى الطاجن كله بالمكرونه، وبعد كل معلقه هبتدي اضغط. بعد كل معلقه هبتدي اضغط، شايفين؟ وطبعا هرص المكرونه واظبطها. يعني هي مثلا هتبقى مش متظبطه متعوجه معموله عادي خالص، انت هتبتدي تظبطيها وترصيها وتسويها وتضغطي عليها. شايفين؟ هو ده اللي انا عايزه اوصله لكم. هتضغطي عليها عشان تبقى هي واللحمه طبقه واحده اهو. احنا بنحط وبنضغط. هنملي الطواجن كلها بالمنظر ده واوريكم الشكل النهائي بعد كده هعمل ايه. بصوا يا حبايبي دلوقتي خلاص انا مليت الطواجن، رصيتها كويس. تمام؟ باي معلقه بقى، ماشي، تضغطي كده، ماشي، ما تقلقيش خالص. احنا كده كده هنحط على وشه فويل. هنضغط سواء بايدك، طبعا الايد مغسوله ونظيفه، او تضغطي بمعلقه. تمام؟ خلصنا من الخطوه دي. هنبتدي معانا بقيه الصلصه اللي احنا كنا مسبكينها. احنا خدنا منها شويه والباقي قلبنا فيه المكرونه على الوش كده، وهتبتدي تحطي معلقتين 3 على وش الطاجن بالمنظر ده. تمام؟ اهو شايفين؟ طبعا هي بتنزل تحت وهتملى بقيه الطاجن اهو. يا رب يكون واضح قدامكم. تمام؟ وهنحط كل الطواجن كده بالمنظر ده. هتاكلي احلى واطعم طاجن بطريقه سهله وسريعه جدا جدا جدا. شايفين الشكل ده؟ هو يتاكل كده اصلا من غير اي حاجه، هو يتاكل كده من غير اي حاجه. اخر خطوه بقى الفويل. تمام؟ عندي فويل، بسم الله. هنروح جايبين الفويل ونروح عاملين ايه؟ نجيب الورقه كده ونروح فردينها على الطاجن بالمنظر ده، وعلى الفرن عدل. هنعمل طبعا الطواجن كلها، شايفين اهو، ونروح مدينه ضغطه كده. تمام؟ وبعد كده بعد ما نعمل الطواجن كلها بالشكل ده على الفرن عدل. دلوقتي يا حبايبي خلاص انا رصيت الطواجن وحطيت عليها الفويل. هي ورقه فويل بسيطه كده. تمام؟ وهتبتدي ان انت بعد ما تقفليها كده من الجوانب وتظبطيها وتديها ضغطه اخيره كده، وعلى الفرن عدل. طبعا الفرن شغال بقاله حوالي 10 دقايق. هنبتدي ان احنا نحط الطواجن دي في الفرن. مش هتقعد يعني من 10 لربع ساعه بالكتير قوي، وبعد كده هتستوي وهوريكم شكلها وهقلبها لكم وهتبقى رائعه. تابعوا معايا.
ودلوقتي يا حبايبي خلاص الطواجن اهي طلعت من الفرن، يا دوبك قعدت من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير، وطبعا الفرن قبليها بيبقى شغال. هنشيل الفويل كده بسم الله، ونشيل الفويل مع بعض. تمام. وخلاص كده طبعا انتي هتقلبيها، هتبقى اللحمه من تحت ماشي. ده شكلها مستويه وجميله اهي ماشي. وهنبتدي دلوقتي نقلبها ونسمي الله ونقلبها ماشي. طبعا انت عشان تقلبيها لازم تديها يعني مثلا براح ان هي حوالي 10 دقايق تبرد شويه عشان تعرفي تقلبيها بسهوله وتتملكي فيها ماشي. طبعا احنا عايزين نقلبها، هنبتدي ايه نوسع لها كده، هنوسع لها كده. تمام. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقلبها. طبعا اللي هيخليها تتقلب بكل سهوله ان شاء الله مش هتكسفنا يعني هو السمنه اللي احنا حاطينها من تحت. هنعمل كده ونقلب بسم الله ماشي اهو. هنخبط عليها كده من الجناب يمين شمال ماشي. وبعد كده هنقلبها ونسمي الله كده وان شاء الله تتقلب معانا. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين وهي بتتقلب معانا عامله ازاي اهي؟ شايفين شكلها؟ دلوقتي هي اتقلبت معانا كده وخلاص بقت جاهزه على الاكل على طول. ده شكل الطاجن وهو لسه في الفرن، وده شكله وهو مقلوب. طبعا اللحمه بقت من تحت ايه طلعت من فوق، وبقى شكلها النهائي. هتعجبكم جدا جدا، جربيها مش هتندمي صدقيني بجد. طعمها رائع رائع رائع، هيعجبك جدا 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 ومش هتندمي انك عملتيه. سهله وسريعه ما خدتش وقت خالص. شكل الطاجن يا جماعه بجد روعه، يتاكل كده وهو يعني زي ماشي. جربيه مش هتندمي، هيعجبك جدا جدا جدا، وسهل ما خدش مني وقت خالص، وسريع جدا وبطريقه نظيفه وانت واثقه فيها، وكمان الطعم لذيذ ورائع. وده الشكل النهائي زي ما وريته لكم. تمام. في نهايه الفيديو بقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبك ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا جدا على استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.